السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنبدأ النهاردة اول فيديو من سلسلة شهر رمضان ان شاء الله. ينعاد عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات، وكل سنة وانتم طيبين. بس قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. يلا علشان اقول لكم هنعمل الفول ازاي، وازاي تطلعيه مستوي صح وما يغمقش منك. هنا معايا كيلو من الفول هنشتريه من عند العطار. هنبدأ بقى ننقي منه كده اي حاجة مش تمام، فولاية مسوسة، معرفش ايه، حباية حمص، معرفش ايه، حاجات من ديت بتختلط عادي عند العطار مع الفول. هنقيها وناخده بقى على الحوض بتاعنا ونغسله غسلة محترمة كده بالشكل دوت، علشان مثلا لو عليه عفرة او اي حاجة تنضف. هنجيب بقى بولة بعدها فيها مية، ونبدأ ننزل بالفول بتاعنا في المية وننقعه لمدة يوم كامل، يوم بليلة، يعني 24 ساعة. لو نقعتيه من بالليل يبقى تبدأ تسوي فيه من تاني يوم بالليل. لو نقعتيه من الصبح هتبدأ تسوي فيه من تاني يوم الصبح. نبدأ بقى ايه، نضيف عليه اضافات تانية بتخليه قوامه حلو وتطلعه زي بتاع المطاعم. واحد من الاختيارات دي هي الفول المدشوش، بيبقى شكله ده كده بيبقى شكله. هنبدأ بقى ننقيه برضو من اي حاجة مش كويسة فيه. واخر مرة هنغير فيها المية على الفول، هنضيف الفول المدشوش، يعني اخر 4 ساعات هنبل فيها الفول، هنضيف معاه الفول المدشوش. هننزل بقى بالفول بتاعنا بعد ما خلاص اليوم بليلة عدوا عليه. هننزل بيه في الحلة بتاعتنا. هنسويه في الحلة يا جماعة، اقول لكم ازاي يطلع معاكم جميل دلوقتي. الاضافة التانية معانا هنا العدس الاصفر. هنضيف نص كوباية من العدس الاصفر. وفي اضافة تالتة كمان هقولها لكم كمان شوية. هنضيف واحد منهم او اتنين او التلاتة مع بعض، المتوفر عندك ضيفيه، هيطلع الفول زي الجاهز بالظبط. هنغسل بقى العدس بتاعنا ونبدأ نضيفه كده للفول. هنضيف بقى العدس بتاعنا كده ونقلبه مع الفول. اخر بقى اضافة اللي هي الرز ده بيساعد الفول ان هو يعمل قوام، يعني ما يبقاش مميمي كده، ما تبقاش المية بتاعته خفيفة، بيتقل سمك المية وبيتقل معانا الفول ويخليه جميل. معايا هنا ربع كوباية من الرز، هنغسلها كويس وننزل بيها على الفول بتاعنا. زي ما قلنا تقدري تضيفي حاجة واحدة من التلاتة، يا اما تضيفي التلاتة يا اما تضيفي اتنين، براحتك خالص. هنضيف بقى حاجات تساعد على الفول ان هو يستوي. نص معلقة صغيرة من ملح الليمون، وممكن تعصري ليمونة من غير قشرها طبعا. ومعلقة من السكر برضو بتساعد على السوى. معلقة صغيرة من البابريكا. البابريكا يا جماعة ما بتخليش الفول يطلع لونه اورنج زي بتاع بره. الفول اللي بتاع بره انا جبت السر ده من صاحب مطعم، بيحطوا عليه لون عادي، لون صناعي، لان الفول زمان كان الفول البلدي بتاعنا هو بيطلع اللون الاورنج ده من نفسه. فعلشان بقى ايه، دلوقتي الفول اللي في السوق كله فول مستورد، فبيستبدلوا بقى اللون دوت بايه، بلون صناعي. فطبعا احنا بنعمل الحاجة في البيت بطريقة صحية ونظيفة، فمش هنضيف اي الوان. هو بس البابريكا هتعزز اللون، بس حاجة بسيطة. هناخد بقى الحلة بتاعتنا ونروح بيها على نار عالية ومش هنغطي خالص لحد ما تبدأ تغلي بالشكل ده. ولو اي رغوة او اي حاجة ظهرت على الوش هنشيلها. بعد كده اول ما يبدأ يغلي هنغطي بقى ونسيبه لمدة 4 5 ساعات زي ما ياخد. ممكن تفتحي عليه مرة واحدة بس في النص، تشوفي السواء وصل لحد فين بس، وتغطي وما تفتحيش عليه تاني نهائي لحد ما يعدي عليه 4 ساعات او 5 ساعات على الاقل. هيطلع معانا بقى بالشكل دوت. هنسيبه بقى بيوم كامل او 3 4 ساعات، يعني مش لازم يوم كامل، 3 4 ساعات يهدى. وهنبدأ بقى ايه، نخزنه. هنشوف بعد كده، هنجهزه مع بعض بكذا طريقة بعد كده في رمضان ان شاء الله. هجيب بقى الهاند بلندر بتاعي، خطوة دي اختياري. ممكن تفرزي الفول بتاعك حبة عادي لو انتوا بتحبوه كده، تهرسيه اول باول،
او لو بتحبوه حبوب ماشي عادي، انما انا يعني ما بحبوش حب، فهبدا اضربه بالهاند بلندر كده واخزنه جاهز مضروب علشان اطلع الكيس. يا دوبك بس اضيف عليه بقى الاضافات بتاعتي وخلاص، ما اقعدش بقى ابهدل الدنيا واضرب في الخلاط وكلام من ده. هنخلص بقى الكميه كلها بالشكل دوت. وهكيسه بقى، كل كيس على قد الوجبه بالظبط او على قد السحور. شوفي بقى انت عدد افراد الاسره بتاعك كام وقسمي الاكياس بتاعتك. هنشيله بقى في الفريزر ونطلع الكيس من قبلها مثلا ساعتين، قبل السحور بساعتين هيفك، وتبدأي بقى ايه تحضريه براحتك. بس كده بكده يكون فيديو النهارده خلص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، بحبكم.